نادي بالزمالك راح مطلع بيان قال لا انتوا هتلعبوا لوحديكم، انا عايز العب معاكم. ايه ده؟ انا طرف اصيل في الموضوع وطرف اصيل في القصه. فهو بيشتكي اللجنه الاولمبيه، بيقول لها ايه اللي هو يا لجنه الاولمبيه اوعي تطلعي قرار مش في صف، انا بتدخل في شكوى النادي الاهلي ضد اتحاد الكوره. طب يا حبيبي انت مالك؟ هو النادي الاهلي بيشتكي اتحاد الكوره ورابطه الانديه عشان هو طلب ان المباراه تقام بحكام اجانب، ولحد الساعه 6 اتوبيس النادي الاهلي كان هيتوجه لاستاد القاهره في حاله وجود حكام اجانب او عرب، وده ما حصلش. انت مش خدت الثلاث نقط بتوعك يا عم؟ سيب الاهلي، سيب الكبار يحلوا مع بعض، وبعد كده انت بقى لما تشوف النتيجه اللي هتطلع من القرار هتضرك بايه وبطلع بيان. بس هو البيان ده طلع ليه؟ لان هم حسوا بصحه موقف النادي الاهلي في الموضوع، فبالتالي احنا نلحق نسبق عشان نبقى ايه، انا جيت. واللي هو برضو زي ما يعني زي ما قلت في اول الحلقه، ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي اطلاقا. فهو الزمالك بالظبط كان بالنسبه له الموضوع ان هو يجي متاخر بس يبقى اسمه انا جيت، اللي هو بيثبت حضور. عارف انت الطالب اللي كان بيجي الفصل يجي متاخر مثلا ساعه ولا ساعتين ويروح رايح قاعد في اخر تخته ورا وينام او يقعد؟ هو الزمالك في القصه دي انا حاسه ان هو ايه، عامل كده، اللي هو بدل ما ياخد اي موقف مشرف في الموضوع عشان يحمي حقوقه ويحمي حقوق الانديه الاكبر والاصغر وانديه الدوري ونحقق بيئه نظيفه وعادله تتسم بالنزاهه، لا هو الاستاذ ايه، اصر على وجود حكام مصريين. اصلا انا اتظلمت في الماتش اللي فات بحكام اجانب. ده طبعا تصريحات الاستاذ ميدو. الاستاذ ميدو بارك الله له وبارك الله عليه، الاستاذ بيقول ان اصلا الماتش اللي فات اللي بحكام اجانب اتظلمت، فانا مش هجيب حكام اجانب عشان اتظلم تاني. طب ما انت بتظلم المصريين. وبعدين اتظلمت في ايه يا استاذ ميدو؟ بس يعني اللي بيقول كلام يا جماعه او اللي بيرمي كلام ما يرميش كلام عبثا كده، يعني قول الكلام كله للاخر. اتظلمت في ايه؟ طب انت كنت ضامن ان الحكام المصريين مش هيظلموك؟ طب طالما الحكام الاجانب بيظلموكم هم كمان، اشمعنى مباراه بيراميدز عايز فيها حكام اجانب؟ الصوره مش واضحه، الصوره مش كامله.